هلا بمدينة النبطية بستذكر الحرب الظالمة الأخيرة اللي حصلت على الجنوب اللبناني، و يعني الدمار اللي تعرضت له تحديدا مركز بلدية النبطية واستشهاد رئيس البلدية وبعض أعضاء البلدية. وبالتالي إن شاء الله السبت المقبل إجراء الانتخابات البلدية بكل الجنوب وتحديدا بمدينة النبطية هي أهم رسالة منوجهها لشعبنا، لنقول نحن هون لنعيد إعمار بلدنا بدءا من تكوين بلدية النبطية اللي تعرضت لها الاعتداء، وإن شاء الله لإعمار الجنوب ككل حجرا وبشرا. في إجراءات أو تدابير أمنية متخذة استثنائية؟ نعم، الاجتماع اليوم له طابعين، طابع إداري وطابع أمني. الطابع الإداري للتأكد من كل التحضيرات اللوجستية اللازمة، والطابع الأمني طبعا لأنه في وضع أمني خاص بجنوب لبنان. جنوب الليطاني وشمال الليطاني عندهم وضع أمني بهالمنطقة بالنبطية تحديدا ضمن المحافظة. الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار من خلال تطبيق القرار 1701 والإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار. القوى الأمنية كلها، قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، كل أجهزة الدولة موجودة. في طبعا خطة انتشار كنا عم نناقشها مع ممثلين الجيش اللبناني على الأرض مواكبة لهذه العملية.